السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. لو فاكرين الحادثة اللي حصلت من كام سنة كده في ليبيا، اللي هي قتل الإخوة الأقباط، حوالي 10 من الإخوة الأقباط، والسيد رئيس الجمهورية جنب رد تاني يوم على طول، ضرب مواقع معينة في ليبيا كرد فعل طبيعي طبعا للي حصل. ولو اني اكاد اجزم ان الحادثه دي مش مفتعله، لان هي اصلا ما حصلتش اصلا. يعني انا عايز اي حد يطلع يرد عليا يقول لي انا من بلد الولاد الشباب دول، ان كانوا اول مصريين وان كانوا اقباط وان كانوا فعلا في ليبيا وان كانت الحادثه حصلت حقيقي. انا ما بقولش كلام هرتله ولا بخرف، لا انا بقول من واقع الفيديو اللي انا شفته. لو بصينا كلنا وده حصل تحليل من ناس كتيرة في التوقيت ده، اللي في بعض الملثمين اللي جنبوا عملية الاغتيال دي كانوا لابسين ساعات معينة بتدل ان هم من مكان معين، مكان اوروبي او امريكا، حاجة زي كده، مش متذكرة البلد بالظبط. يعني مش داعشين زي ما كانوا بيقولوا او جماعات اسلامية او اخوان مسلمين او الكلام ده كله. تاني حاجة نبص لوجوه الضحايا، ده مش شكل ضحايا عارفين انهم هيتقتلوا. نبص، كان فيهم ناس كتيرة طبيعية عادي خالص، وفيهم ناس بتضحك. يعني إنسان مهما كان درجة إيمانه وقربه من ربنا سبحانه وتعالى، مش ممكن يكون مقبل على الموت. ده من رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى إن إحنا أخفى عنا ميعاد موتنا. لأن ده إحنا مجرد بس مثلا أي حد بيبقى عنده مثلا حد مريض في أسرته، مثلا مرض مثلا كانسر أو أي أسرة مننا بيبقى عندها مريض في حاله متاخره، والطبيب مثلا بيجي بيقول مثلا معاه كام يوم يا جماعه، يعني اتوقع ان خلاص يعني الامر الالهي هينفذ. كلنا بيبقى مرعوبين، في حاله رعب وفي حاله انهيار فعلا، وبنتمنى ان يكون الدكتور بيهزي او الموضوع مش جد، بيبقى مرعوبين فعلا. ما بالك بالشخص نفسه اللي بيبقى عارف ان هو هيموت في اللحظه دي، ومع جماعات ما بترحمش. يعني مش في لحظه يقولوا لا خلاص قوموا قد عفونا عنكم، لا، يعني الناس هيقتلوا. بصوا راجعوا الفيديو تاني وبصوا شوفوا التعبيرات بتاعت الوجوه بتاعت الناس دي. الله اعلم بقى، هل بقى الناس دي فعلا مصريه؟ هل دول فعلا اقباط؟ هل الحادثه حصلت حقيقي؟ ده كلام هو مش مؤكد ب100%، ده تحليل الشخصي المسؤول عنه انا. بس حد يطلع يقول لي ان يعرف الناس دي، اكيد طبعا لهم جيران ولهم جرايد، يطلع يقول لي فعلا الناس دي فعلا مصريه ومن مصر ومن الحته الفلانيه واتقتلوا فعلا. ما هي اما اتقتلوا فعلا، ده رقم واحد، او ما اتقتلوش اصلا، ماشي، او اخفوهم. يعني هم لو موجودين في مصر ما اتقتلوش هيبان، ولو موجودين على قيد الحياه ومخفيين في مكان ما، خطه اتعملت كده وفيلم وسيناريو زي اللي اتعمل مليون مره في مصر، هيبان برضه. فانا عايز اي حد يطلع مسلم او مسيحي اتقبل منه والله، يطلع يقول لي احنا جار الفلاني وفعلا اتقتل، او فعلا شفناه او ما شفناهوش، يطلع يقول لي وانا هطلع اعتذر عن الكلام ده. دي النقطه. طب ليه انا بذكر الحادثه دي اللي بقى عدى عليها كذا سنه؟ احنا ما بنجلبش مواجع الناس، يعني ربنا يرحم اللي مات ونتمنى كل خير البلد دي. بتكلم عشان سد النهضه طلع على الساحه تاني رئيس وزير الري مع عمرو اديب في لقاء، بيقول له ان تم تخفيض نسبه مصر من حوالي 37 مليار متر مكعب من انخفضت بنسبة حوالي 70%، ما يعادل 37 مليار متر مكعب مية. احنا كانت نسبتنا 55 مليار، بقيت 35 او بقيت 17 حاجة زي كده يعني. طيب، هل ده لا يمثل خطورة على الامن المائي؟ لا طبعا يمثل خطورة، لكن السيد الوزير طلع متفضل بيقول لا احنا ما فيش، انتوا الميه قطعت عندكم في البيوت وانتوا حسيتوا باي ازمه واحنا منتظرين سيادتك ان احنا هنخش في حاله جفاف؟ هل احنا سيادتك انت منتظر ان احنا نخش في حاله جفاف عشان خاطر نحس بالخطوره ونبدا نعمل خطوات؟ طيب احنا دلوقتي الخطوات الحربيه او العسكريه او السياسيه كلها بقت بالفشل. سياسيا اتمضى خلاص وكان في اتفاق واثيوبيا اخلت بيه، دي من الناحيه السياسيه. من الناحيه الحربيه ما ينفعش نضرب سد النهضه دلوقتي، لانه خطر علينا وعلى السودان وخطر على اثيوبيا نفسها، سواء بقى بزلزال بقى بضرب نووي ما اعرفش بضرب طيارات ضربته، في كارثه هتحصل طبعا، واحنا ما عندناش المشكله.
الحل الثالث ان هو نتجه الاتجاه القانوني، نبدا نلجا للمحاكم الدوليه ان هي نقاضي فيها اثيوبيا ان هي خلت بالاتفاق بتاع سنه 2015 اللي مضى عليه السيسي. طيب انت حضرتك سيادتك ليه 14 سنه مستني كارثه تحصل؟ يعني ايه الحاجه اللي كانت مهمه في مصر تستدعي ان احنا نسيب مصيبه زي دي، كارثه تؤدي الى جفاف مصر والى هلاك 120 مليون مصري ومعرفش 30 40 مليون سوداني، حوالي 160 مليون روح بشريه تزهق بسبب الميه؟ مستني ايه سيادتك تاني كمسؤول كرئيس دوله عظمى زي مصر ومعرضه للهلاك في اي لحظه؟ ولا هو كلام بس؟ انت طلعت قلت الامن مصر معرفش ايه خط احمر واللي هيجرب منها يشيله من على وجه الارض. طيب حضرتك ما شلتش ليه السد من على وجه الارض قبل ما يتم ملئه، قبل ما يكمل؟ في ال 14 سنه دي اتعمل فيها ايه؟ ايه الامر الخطير اللي كان في الدوله شاغلها وشاغل المسؤولين ان هم يحوشوا حاجه زي دي؟ لما انت 10 افراد اقباط او مسلمين، اي ما مش بنقلل من الاخوان الاقباط، دي روح وربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا عليها، دي ارواح نسال على قدام ربنا سبحانه وتعالى، مش بقلل من العمليه اللي حصلت، لكن هل 120 مليون لا يعادلوا نفس ال10 اشخاص انك انت تتحرك؟ يعني انت اتحركت رحت ضربت عملت عمليه عسكريه، ليه ما عملش نفس العمليه العسكريه؟ ما حسني مبارك ما عملش اي حاجه، طلع بس قال ستوب هيتضرب، ما فيش حاجه اسمها سد اساسا يكون موجود على وجه الارض. حسني مبارك لا خاض غارات جويه ولا ضرب سد ولا عمل اي حاجه، ولا لاجئ حتى المحاكم الدوليه كلمه ستوب دي وقفت الموضوع كله. انا كمسؤول اتحركت عشان 10 افراد، ما اتحركتش ليه على كارثه زي دهيت؟ ليه مستنيها توصل انتوا مستنيين لما يحصل جفاف فعلا في مصر؟ عندك مخزون ورا السد العالي، طب وبعدين؟ وربنا سترها وحصل فيضان الايام اللي فاتت دي ادى على تعويض الكميه اللي اتخصمت مننا من السد من سد اثيوبيا. مستني وانا مستني فيضانات؟ مستني كوارث طبيعيه تحصل عشان تحميني؟ يعني انا حد يطلع يرد عليا، حد يطلع يرد عليا في الحاجتين. ايه اللي مخلي مصر مستنيه؟ لا انا كصعيديه اضرب اخد حقي الاول بعد كده اقعد اتفاوض، لكن انت 14 سنه مشيت لي على اتفاق والاتفاق ده اخل بيه. طيب هو حضرتك كمسؤول مستني ايه؟ يعني الحل السياسي خلاص خرج من ايدينا، الحل الحربي خرج من ايدينا، في حل قانوني المفروض ابدا اتحرك، ولا استنى 14 سنه كمان تاني؟ استنى يا اما يقع السد يا اما يحصل جفاف. انا مكاتبكم مستنيين ايه؟ مستنيين تطلعوا كده في الاعلام وتتكلموا وتقولوا احنا في امن وامان تاني امن وامان تاني امن وامان تاني بعد اللي حصل؟ ليكوا انت تتكلموا وتقولوا امن وامان تاني؟ الامن المائي كمان المره دي بتجيبوا من الاخر. لكن لا يا مصر، لكن لا يا مصر. بكرر تاني وتالت وعاشر، اللي يعرف الجماعه الاقباط كان جارهم او قريبهم او يعرف عنهم اي معلومه يطلع يقول لي، وانا اطلع اعتذر والله على الكلام ده اهو. دي رؤيتي الشخصيه وتحليل المنظر الفيديو اللي شفته، ده مش منظر ناس راح تتقتل فعلا. مش ممكن استحاله حد يقول لي ده جارنا وفلان الفلاني وانا عارفه وقابلته او قريبه او اي حد يطلع يرد عليا بعد اذنكم، لو حد يهمه الامر يعني. وشكرا لحسن الاستماع.